تعالى نرسم رغيف العيش البلدي بتاعنا، العيش الامريكا وانت لسه في البدايه. بنرسم اللاين وبندي مساحه لون كده عشان نبتدي نضيف عليها الفاتح، ونضيف عليها الهاف تونات والاضاءات المنعكسه والغوامق بتاعتنا عشان نظبط اضاءه الرغيف بتاعنا الاول قبل ما نبتدي نحط الوان والكلام ده كله، يعني عشان نطلع الفورم بتاعنا مظبوط من غير ما يتفعص مننا والكلام ده كله. بنبتدي ندمج الالوان كده واحده واحده، ونبتدي نضيف الالوان بتاع رغيف العيش اللي هي البيجات بقى والبني المحمر والالوان الجميله بتاعتنا كده، وندخل شويه الوان تاني اصفر او كده عشان غنى لوني. وبعد ما بنحط الحاجات دي كلها اماكنها ونعرف الفاتح فين والغامق فين والهاف تون والكلام ده كله، بندي شويه اللي هو الملمس بتاعنا، ونبتدي نحط ظل للعنصر بتاعنا عشان ما يبقاش طاير كده ويبقى ثابت. وبعد ما بصينا على الشغل بتاعنا من بعيد، هنبتدي نأكد الغامق بتاعنا والفواتح بتاعتنا. وطبعا عارفين إن أفتح فاتح في الغامق يساوي أغمق غامق في الفاتح، وده شكل رغيف العيش بتاعنا يعني. ده قبل ما نحط التأكيدات بتاعتنا، وده بعد ما حطيناها. ده جزء كده من لوحة أنا بعملها وبس. أنا إبراهيم جوزة، فنان تشكيلي وبشتغل مصمم جرافيك. شكرا.